بالنسبة للمحاسبة والعدالة، يعني هو موضوع أعتقد أنه شوي حساس. أنا حكيت فيه بأكثر من مناسبة. يعني بالتأكيد سوريا من اللحظة الأولى هي حاطة عينها على موضوع العدالة الانتقالية، بس كتير مهم أنه العدالة الانتقالية أيضا ما تستخدم كعنوان لانتقامي أو تسلطي لا سمح الله، لأنه أحيانا بعد انتصار الثورات بصير مثل هيك حالات، فنحن بنكون واجهنا الظلم بظلم آخر مثله بعد ما انتصرنا. فهي الأهم أنه نحن ننشئ مؤسسة قانونية ويكون عندها معايير متعارف عليها عرفيا ودوليا، حتى ما يصير في خطأ في أثناء يعني أخذ الحق أو المحاسبة. وركزنا من البداية وكنا واضحين بأنه في جرائم الجماعية ورمي القنابل والكيماوي وما شابه ذلك، فهي خارجة عن أي شيء اسمه عفو أو ما شابه ذلك. فاللي أشرفوا على السجون والمسالخ البشرية وما شابه ذلك، فهذا كله إن شاء الله راح يكون ضمن الحساب. وبنفس الوقت كان في مرحلة لإعادة بناء القوى الأمنية، ونحن كمان ألغينا القوى الأمنية السابقة. فهي مو بلحظة واحدة كانت تنبنى القوى الأمنية، لأنه بدها منظومة كتير كبيرة وبدها تدريب قوي. يعني كل عنصر أمن الدورة الأولى تبعه بده 4 شهور، بس الدورة الأولى تبعه بده 4 شهور لحتى يكون دخل بالمرحلة الأولى حتى يسمى هو عنصر أمني أو شرطة أو ما شابه ذلك. وبالتالي بدها أيضا هي قوانين ناظمة لها، وهي انبنت بسرعة كبيرة خلال الفترة الماضية، وبنفس الوقت كانت عم تعالج خروقات كانت عم تحصل بالبلد، وبنفس الوقت كان مكلف في بعض المؤسسات الخاصة لملاحقة كبار المجرمين، وتم إلقاء القبض على جزء منهم خلال السنة الماضية وعم يتقدموا لمحاكمات. وأيضا المحاكمات لازم تكون واضحة ويكون قوانينها واضحة ويكون إلى نوع من العدالة، وأيضا هذا نحن تجاوزناه. وخلال السنة الماضية أيضا هيئة العدالة الانتقالية اطلعت على تجارب كثير من الدول اللي مرت في حالة أزمات مثل البوسنة، مثل راوندا، مثل أماكن كثيرة، وكيف تم تفعيل العدالة الانتقالية. كمان احنا حتى نكون شوي في عنا نظام مواكب للأعراف الدولية أيضا ما نشذ عنها بشكل كامل. فبالتالي نحن الأمر هذا مشينا فيه خطوات كتير كبيرة، لكن أحيانا رغبة الناس والعدالة دائما تقوم على محاكاة الأدلة مو على الدعوة. قد يكون في شخص وقع بجرم ما لكن ما ثبت عليه أمام القضاء، فلا يستطيع القضاء أن يحاكمه. فنحن كتير مهم أنه العدالة الانتقالية تاخذ مجراها بالبلد. وبعض الناس أحيانا مستعجلة، يعني مثل هذا المجرم أمجد يوسف، أول ما ألقي القبض عليه كل الناس بيطالبون أنه حاكموه حاليا، لازم يعدم، لازم كذا. طب يا أخي، هي الحفرة الجريمة اللي قام فيها بالتضامن هذا اللي صوره. طيب قديش اللي ما صوره؟ قصة بدها تحقيق وكذا حتى ما تروح حقوق الناس الآخرين. فلازم ياخذ وقته بالتحقيق وبالإجراءات وبتقاطع الأدلة وبأشياء تانية. فنحن مثلا بعد أيام اكتشفنا أنه له دور مثلا بأبناء أختنا رانيا العباسي، كان هو المصور تبع المشهد هذا. ولسه في جرائم كثيرة انتم ما اطلعتوا عليها طبعا، اكيد للرأي العام لسه الى الان ما اطلع عليه. فهو مرتكبه ومعه فريقه وما كان لحاله ايضا يعني. فاحيانا العدالة الى ظروفها الخاصة فيها، اللي مو هي دائما بتخضع لرغبات الناس، لانه هي اسمها عدالة. اهم شيء يتاخذ الحق بطريقة مناسبة، لانه ايضا الاستعجال في قيام ببعض الاجراءات العقابية فممكن يضيع حقوق ناس كثيرة لسه نحن غير مطلعين عليها. فاللي طمنكم فيه انه سوريا ان شاء الله ماشية بهالامر هذا، والحمد لله نحن حققنا اكبر عدالة باسقاط النظام السابق، ووقفنا النزيف على اقل التقدير، وبدأنا عناوين جديدة ان شاء الله انه تكون كثير مهمة. يعني لانه آه، المظلوم الله عز وجل اباح له العدالة، بس ما اباح له الظلم. صحيح؟